اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين ومتابعين قناة يوم الخلاص. النهاردة معادنا مع فيديو جديد. اللي مش فاهم ايه اللي حصل وايه اللي قلب القضية في يوم وليلة للخير كده، انا هقوله. اولا، على رأي ياسمين عز: اياكي ثم اياكي ثم اياكي تنسب الفضل للاعلام. اي اعلام اللي اتكلم عنه وعملوه ترند زي بتاع البطة ولا بتاع الكشري ولا بتاع انتش وجري، اي اعلام اتبنى قضية الطفل شنودة واعتبره ابنه ولا خاف عليه ولا على مستقبله، الاعلام المسمى مصري ليس مصري يا جماعة. علشان تعرفوا المشكلة فين بس، الاعلام ده لا يتبع مصر، لا من قريب ولا من بعيد. اعلام موجه وممول، اعلام بيضرب في الثوابت، اعلام بيشتغل ضد مش مع، اعلام الشيطان واتباعه. والاوامر ما جاتش يتبنوا القضية، فالكل اتخرس وسكت. الفضل، كل الفضل للشعب المصري ووسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل هاشتاج شنودة لازم يرجع لأهله، والضغط بالرأي العام لصالح القضية. ثانيا، القضاء لم ينصف الطفل ولا أهله، حتى بعد رأي الأزهر انسحب وقال إن المحكمة غير مختصة، ولم يأخذوا بفتوى شيخ الأزهر، لدرجة إني قلت لهم بقى تاخدوا برأي الفتوى في الإعدامات وخايفين تؤيدوا فتوى الحضانة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا، وده المهم، لما القضية خرجت من ساحات القضاء ورجعنا لنقطة الصفر، أصبح من حق رئيس الدولة التدخل وإنهاء الأزمة في دقائق معدودة، لأن زي ما انتوا عارفين إن الرئيس لا يتدخل في أحكام القضاء نهائي، وده بينطبق على جميع القضايا المطروحة في ساحات القضاء. بس تحس إن ربنا اللي رتب فعلا موضوع عدم اختصاص المحكمة ده وعمى عين القاضي علشان تتحل من فوق. اوعوا تعطوا للإعلام بطولة مزيفة ولا لأي جهة، كلهم حكموا بالظلم بس ربنا كان موجود. المشهد ده هو اللي كنت بسعى طول الفترة اللي فاتت إن أشوفه. ما تعرفوش الحضن ده عمل فيا إيه، علشان لما الأم راحت للطفل من شهرين وخاف يسلم عليها اتفجعت وكأن حد ضربني في قلبي بسكينة، وقلت الولد كده ضاع خلاص. لكن الحمد لله شنودة طلع كان خايف من المربيات في الدار وقتها. بس ما نسيش أمه ولا أبوه، ربنا ما يحرمك منهم يا ابني ويبارك لك فيهم. والشكر كل الشكر للسيد الرئيس الأب الرحيم وحرمه السيدة انتصار الأم المحترمة على وقفتهم الجريئة وانحيازهم للحق. دي رسالة لشكر الجميع، وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية. أيوة رجع، ولكن بعد لفة طويلة وحاجات كتيرة عدى فيها أكبر من استيعابه كطفل. في أول سنين بيتشكل فيها شخصية الإنسان. تخيلوا طفل يعدي في كل ده فجأة وهو في بيته وسريره ولعبه ياخدوه على الاسم، دار رعاية وغيره. والسؤال اللي سمعه: انت ابن مين؟ ده ولا ده؟ انت بتنتمي لمين بالظبط؟ مين ابوك وامك الحقيقيين؟ ايه ديانتك؟ والمفروض تؤمن بايه؟ وفي السكة دي والوقت ده اكيد سمع واتعلم حاجات كتير، حاجات عكس بعض، حاجات بتقول هويات كتيرة. واكيد هو كطفل بقى مش عارف هو مين، يوسف ولا شنودة ولا مين بالظبط. اكتر حاجة بفكر فيها من وقت ما الطفل ده اتاخد من البيت اللي نشأ فيه، ايه اللي بيحصل معاه وتضارب التشكيل في الهوية والشخصية. انا مش بتكلم عن دينه او مين اهله او هيتربى فين ومع مين ولا اسمه ايه. انا بتكلم عن طفل في وقت تشكيل شخصيته اتحط في صراعات ملوش ذنب فيها، واكيد عملت جواه جروح ولخبطة نفسية. اذا كان الطفل العادي اللي بينشأ في أسرة عادية ايا كان ديانتها او ظروفها وسط ابوين حقيقيين ممكن يكبر وعنده اضطراب نفسي، تخيل طفل زي شنودة. بالتأكيد محتاج إعادة تأهيل نفسي علشان يعرف يكمل إنسان سوي وعارف يعيش ويترابط نفسيا. الطفل ده بين إيديك يا رب، اشفيه من كل أذى نفسي واجتماعي يتعرض له، هو وأطفال غيره كتير قصصهم مش معروفة لينا. لكن في الآخر بنقول مبروك رجوعه ونتمنى له حياة كريمة سوية
مع الأبوين اللي قعدوا أكتر من سنة وشهرين بيجروا وراه علشان ياخدوه لحضنهم تاني. وكشف المستشار نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة أن الأسرة تمكنت من تغيير اسمه في شهادة الميلاد إلى يوسف بعد قرار النيابة العامة بتسليم الطفل مؤقتا. هنحط تحت كلمة مؤقتا دي مليون خط. بتسليم الطفل مؤقتا إلى السيدة أمال إبراهيم وزوجها فاروق فوزي. وقال جبرائيل في تصريحات للشروق إن أسباب صدور شهادة ميلاد الطفل شنودة باسم يوسف كان تنفيذا لقرار النيابة العامة بتغيير اسم الطفل إلى اسم رباعي مسيحي، ولم ينص القرار على تسمية الطفل باسم شنودة. وأضاف أن الجزء الثاني من قرار النيابة ينص على استكمال السيدة آمال إجراءات الكفالة، والتي تستكمل إجراءات الكفالة لا بد من اختيار اسم للطفل تنفيذا لقرار النيابة، ولا يجوز إلحاق اسم الطفل باسم أمه وأبيه إلا بعد الانتهاء من إجراءات الكفالة. وأوضح أن إجراءات الكفالة تتمثل في إحضار عقد شقة أو ما يفيد تملكه، أو استئجار محل سكن، وصحيفة جنائية، كشف سلامة صحة ونفسية، دورة 3 أيام تدريبية للأسرة البديلة، وكشف خال من فيروس سي. وذكر أنه في حال إتمام هذه الإجراءات وتقديم قرار الكفالة إلى مصلحة الأحوال المدنية يحق للزوج والزوجة نسب الطفل إلى اسمهما الأول وتغيير اسمه مرة ثانية إلى شنودة، مضيفا أن هذا الإجراء سيستغرق أيام وربما أسابيع. وقال إن وقع تزوير أول شهادة ميلاد للطفل شنودة تم حفظها بشكل نهائي، مضيفا أن القانون أعطى للأم البديلة أن تودع باسمه نقودا في البنك أو توصي له بأي شيء، وكذلك السفر، شرط إذن من اللجنة العليا للأسرة البديلة واختار السفارة المصرية في أي بلد ستسافر له. ووفقا للشروط الكفالة في مصر يحق للأسرة البديلة الكافلة أن تغير اسم الطفل وتلحقه إلى الاسم الأول للأم والأب، ويجوز أن يحمل الطفل كريم النسب ذكرا كان أو أنثى الاسم الذاتي للأب البديل الكافل، ويحل محل الاسم الأول الوارد في شهادة ميلاده المميكنة أو لقب عائلة الأسرة البديلة الكافلة في نهاية اسمه، ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثار التبني. وطبقا للشروط يجوز أن يحمل الطفل كريم النسب ذكرا كان أو أنثى الاسم الذاتي للأم البديلة الكافلة بدلا من الاسم الأول للأم الوارد في شهادة ميلاده المميكنة. أتمنى من أعماق قلبي الصغير لكل طفل يتيم يعيش على أرض مصر أن تكون له حياة أسرية، والدولة المصرية بصدد تشريع قوانين لذلك، ولكن مع كامل احترامي للجميع في ظل هذه القوانين الجديدة يظل ملتصق بالطفل مدى الحياة أخطاء والديه البيولوجيين، ولكن في المسيحية الوضع يختلف تماما شكلا وموضوعا. فالإنجيل تعلمنا منه روح الآية والقصة، وكذلك روح المعجزة والهدف من ذكرها. والتبني في المسيحية أقره الآب والابن، ولم يذكر لنا الكتاب المقدس اعتراض الروح القدس على قراري الآب والابن، مما يؤكد أن الكتاب المقدس كله كتب بإرشاد الروح القدس. فالآب أرسل ملاكه للقديس يوسف النجار حامي سر التجسد لكي يتبنى الطفل يسوع أمام الشعب اليهودي ولا يتخلى عن القديسة العذراء مريم، بل وأكد هذا التبني بعد الميلاد من خلال طلب الهروب إلى أرض مصر، ثم تلاه طلب العودة إلى أورشليم. لقد حمله الآب المسؤولية الأسرية كاملة، وقد قبلها القديس يوسف بطاعة كاملة غير مشروطة. أما الابن فقد أكد هذا التبني على الصليب
عندما قال لأمه ولتلميذه يوحنا الحبيب: فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة، هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. إنجيل يوحنا إصحاح 19. إنه تبني مكتمل الأركان في كل الحالات وفي كل شيء: أبوة وأمومة وبنوة ورعاية ومسؤولية. وهذا ما تشمله كل أسرة، أن السيد المسيح عندما قال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله، أراد هنا أن يساوي بين جميع الأطفال ولم يحدد نوع معين من الأطفال. وهذا هو المعنى الروحي للآية. إذن التبني مصرح به من الآب والابن في أكثر من موضوع بالكتاب المقدس، لكي لا يشعر الأطفال بالحرمان من الأمومة والرعاية الأسرية، ولكي لا يعطى فرصة للتمييز بين طفل وآخر. الدستور المصري يعطي للأقباط حق تطبيق شرائعهم عليهم لأنهم مصريين وليسوا ضيوف على أرض مصر. أتمنى أن يجد كل طفل يتيم على أرض مصر أم حنونة قلبها مليء بالحب الناري مثل قلب السيدة أمال ميخائيل، أم الطفل الملاك شنودة، لضمان مستقبل أفضل للطفل من كل النواحي. فالحياة الأسرية لا يوجد شيء يعوضها، وتظل عالقة في ذهن الطفل، وتحدد الخطوط الرئيسية الهامة في تكوينه النفسي والمعنوي كشخص سوي في المجتمع. الأمومة لغة حب طاهر بلا مقابل، ولغة أرواح نقية تتعاشق وترتبط برباط سماوي. وفي الأمومة نظرات الأمل والبهجة والثقة والحنان، وهذا من المستحيل أن توفره موظفة بأجر في دار رعاية، مع كامل احترامنا للجميع، ولكنها الحقيقة المطلقة التي عشناها ونقرأها كل يوم بين سطور الكلمات في كل المقالات الأسرية. اليوم أطالب الدولة المصرية التي تسعى لخلق أجيال صالحة بتطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري، وأطالب جميع الكنائس المسيحية في مصر وكبار أراخنتها من رجال القانون بتقنين كلام الكتاب المقدس بخصوص الأطفال اليتامى، وتقديم مسودة قانون للدولة حتى يتم استقبال الأطفال في أسر مسيحية ليكون لهم أبا وأما ولا يشعرون بأنهم مختلفين عن الآخرين. تمنياتي القلبية لكل أطفال مصر بمستقبل مستقر وباهر وسوي، لأن مستقبلهم هو مستقبل مصر كلها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة.